اول مره اشوف بتاع كشري عامل ماجستير، ازاي بقى دي؟ ما هو بص، هو برضه ده رزق. انا ابويا الله يرحمه اهتم بيا في التعليم، علمني. خدت بكالوريوس تجاره خارجيه 2005. لما طلعت انا حابب المهنه، فجات لي وظيفه، قلت اعمل دبلومه. عملت اول حاجه دبلومه في الايكونومي، كملت شويه ربنا كرمني واتجوزت والدنيا مشيت. قلت اسعى اكتر، عملت مانجر بزنس ادمنستريشن في 2015. ايوه يا معلم، عارف كل حاجه. لا بس في حاجه مهمه. ايوه برضه احنا شغالين بالحله. ما قلتليش مخصوص 35 معاك يا معلم الصالح. يا باشا، مين اللي عايز رز زياده؟ بحب الزبون اللي بياكل رز زياده، لا يروح للدكتور ولا يدخل عياده. محمد يا سامي، والله بالنسبه لكشري ابو علاء، انا زبونه من زمان جدا. انا كمان اصلا من اكتوبر، لما بنزل ناحيه العشماوي في العتبه لاي مشوار او اي حاجه، اساسي ان انا كنت لازم اروح له. ولما عرفت، والله ده مش كلام يعني او مجامله، لما عرفت ان هو فتح هنا في السيده زينب، برضو كنت في مشوار هنا ناحيه المنطقه، وبرضو عملت حسابي ان انا قبل ما ارجع اكتوبر لازم اجي لابو علاء. شخصيه جميله جدا، اكله اكل نضيف جدا، محترم جدا، مش مجامله، دي حقيقه ودي يعني شهاده لله يعني. وان شاء الله ربنا يوفقه، وهو انسان مجتهد وحد جميل وحد محترم جدا، وان شاء الله يا رب كده المكان ده يكون فتحه خير عليه باذن الله. ايه حلويات. بقول لك ايه، اعمل خط وامشي عليه. محمود اهلا بيك، ابو علاء بيحييك. جاي منين؟ احلى دار السلام في الدنيا. احط لك نص ليمونه، بس خلي بالك الليمون بيخدر العيون. بقول لك ايه، كتر من اكل التقليه عشان تعرف تشيل المسؤوليه. النبي صلى على النبي، سيدي النبي صلى، سيدي النبي صلى. ايه يا عم محمد، مفيش حد يقول لك في سر المهنه، هو سر واحد بس، اللي قلب ابيض نفسه حلو. سيدي النبي صلى. هات الباقي اللي جوه تعالى.